دائما الشخص بعد يكون في وظيفة معينة، في أي وظيفة لازم إنه هو يكون شخص مرتاح نفسيا، ما يكونش محيط بنفوس تكون مؤذية، يعني يكونوا عثرات في طريقه أو عثرات في خطواته في نجاحه أو في إبداعه أو في تقديم كل جديد من خلال هذه الوظيفة. دائما البيئة السامة بتكون مؤثرة جدا يعني على الإنتاج للموظف اليومي. يعني الشخص بعد يكون عنده إنتاج وعنده شغف إنه بيشتغل، البيئة السامة هذه بتأثر عليه واجد. وهذا موضوعنا اليوم، على وجود البيئة السامة في وظيفتك أو في مكان عملك. مع بعضنا نشوف هذا التقرير وراجعين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعتبر العمل المصدر الأساسي لقوت ورزق الإنسان، هو أمر أساسي لتأمين الحياة الكريمة وأحد ركائز العيش باستقرار وأمان، والاستمرارية توفير متطلبات ومستلزمات الأفراد والعيلة، إذ أن العمل يساعد الإنسان في تحسين مستواه المعيشي والاقتصادي، وينمي لديه الحس الثقافي والاندماج الاجتماعي الإيجابي مع المجتمع. ولقد حثنا الله سبحانه وتعالى على العمل، وأوصانا رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بضرورة العمل لكسب الرزق والعيش الحلال. يفيد العمل للإنسان بتوفير حاجياته دون الحاجة للآخرين، والغنى عن الحاجة لأي إنسان، مما يجعل أكثر ثقة وقدرة للاعتماد على نفسه. يستفيد الإنسان من خلال عمله في اكتساب مهارات اجتماعية زي تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية لتمنح الرغبة في التقرب وتعزيز علاقة المودة والتآلف مع المحيطين به. وبعد ما تابعنا هذا التقرير على الندوة العلمية التي أقيمت بعنوان البيئة السامة وكيفية التغلب عليها من خلال الموظف، وخاصة الموظف النشيط والموظف اللي عنده شغف وحب لهذه الوظيفة. عن هذا الموضوع معنا خبيرة المعهد السويسري للتعليم والتنمية السيدة هدى المقيرحي. نقول لك نهارك سعيد. صباح الخير، مرحبا، نهاركم سعيد. يومك طيب إن شاء الله. مرحبتين، أهلا وسهلا. عنوان جميل جدا، وهي كيف يتغلب الموظف على البيئة السامة. ونحن كليبيين في كل وظيفة توجد هذه الفئة السامة في كل مكان في العمل. جميل جدا اختيارك الموضوع. أولا، شنو اللي خلاك أستاذة هدى اختيارك لهذا الموضوع يكون عنوان لهذه الندوة؟ مرحبتين. أولا هي كانت محاضرة توعوية. نعم. ارتأينا مع بعض الجهات أن نسلط الضوء على حقل السلوك التنظيمي في المؤسسات، لأن حقل مهم جدا يهتم بصحة ورفاه الموظف كعنصر بشري يساهم في القيمة التنافسية للمؤسسة اللي هو يخدم فيها. نعم. طبعا هو مش بس حضرتك قلت هو في ليبيا، هو مش بس في ليبيا البيئة السامة، في كل مكان. لكن نظرا لخصوصية السنوات الأخيرة في ليبيا يتعرض الناس والموظفين بشكل خاص للضغوط، أو خلينا نقولوا إن البيئة السامة هذه تزيد عن غيرها في بعض البلدان المستقرة. لذلك ارتأينا أهمية الوضع الحالي لليبيا، الوضع اللي يعانيه الموظف، كل هذه الأمور تؤثر في أدائه في إنتاجيته، فلذلك أصبح الاهتمام به أمر مهم جدا. نعم. تسمع فيه فهو عشان يعرف عشان نعرفوا هل البيئة سامة ولا لا. قمنا بهذه المحاضرات التوعوية اللي هي أولا ما هي البيئة السامة؟ شو هي من اسمها، هي مليئة بالسموم، لكن نقولوا إن هي بيئة مثلا تشعرك بالخوف، عدم الاستقرار، سواء من الضغط العمل نفسه، طبيعة العمل أو المهمة، أو المناخ العام للمكان أو الأشخاص أو الزملاء اللي معاه. ممكن يكون واحد من العوامل هذه أو كلهن مع بعضهن، للأسف مرات يجتمعن مع بعضهن.
وتأثيرها أخي الكريم مش بس في محيط بيئة العمل، لكن يمتد أحيانا إلى الحياة الشخصية ويأثر على توازنه مع عائلته، مع المجتمع اللي هو عايش فيه. فبالتالي مش بس يقلل من طاقته الإنتاجية في العمل، لكن يفقد حتى التوازن بين حياته الوظيفية والشخصية. وللعلم الدراسات أثبتت أن هذا يؤثر على الصحة النفسية والجسمية والعقلية. في ناس جاتهم سكتات قلبية نتيجة ضغوطات العمل، ونسمع عن الحالات هذه واجد. منظمة الصحة العالمية صنفت بعض الأعراض اللي تنجم عن البيئة السامة زي الاحتراق الوظيفي، صنفتها من الأمراض الخطيرة أيضا. نعم. دكتورة هدى، موضوع البيئة السامة هذا موجود يعني كيف ما أنا ذكرت، أسباب يعني عديدة. يعني ممكن الأسباب تكون يعني مرات من الموظف نفسه، اقتحامه أو وجوده يعني من خلال هذه البيئة السامة، أو أنه هو يأثر عليه تأثير البيئة السامة عليه في الوظيفة. نحن دائما ننظر الأمور العمل بالمزاج النفسي، يعني الشخص بعد يكون مزاجه النفسي ممتاز وكويس وراقد كويس وواكل كويس وجاي للعمل وهو مرتاح، أكيد بينتج من خلال هذه النفسية إنتاج صحيح في العمل. مع كل هذه الضغوطات وجود هذه البيئة السامة، نقدروا نوضحوا كيف نحن نحدوا من وجود هذه البيئة السامة أو نواجهوا هذه الفئة السامة في العمل. هو عشان نحدوا منها أو نتغلبوا عليها لازم نعرفوا الأسباب قبل. عشان تعرف المشكلة بتعرف أسباب المشكلة، صح ولا لا؟ صحيح. الأسباب البيئة السامة مثلا على سبيل المثال الإدارة تميز بين الموظفين، لا تكافئ الموظف الجيد، وفي واسطة وفي محسوبية. صحيح. مثلا في تنمر في بيئة العمل، في تدخل بين شؤون العمل والحياة الشخصية. صحيح. في حاجة مهمة جدا أخي الكريم وبقية السامعين، اللي هو انعدام الأمن الوظيفي. انعدام الأمن الوظيفي بسبب عدم الاستقرار، أو مثلا المدير يهدد الموظف أن إذا ما درش حيفصله، أو الشركة مثلا تكون معرضة للإفلاس وإلى آخره من هذه الأسباب اللي تؤدي لعدم الأمان. طبعا غير مثلا الكاركتر متاع الإدارة وإلى آخره من هذه الأسباب. طبعا لوم يقع على القيادة والإدارة، وأيضا لوم يقع على الموظف، لأن لازم يتدارك هذا الأمر. مثلا على سبيل المثال يضع حدود وليس حواجز، يضع حدود في بيئة العمل، لأن الحواجز أيضا مش أمر غير محمود. يعني نحن نبغى نحفزوا الكوميونيكيشنز، نبغى نحفزوا التواصل طبعا. وفيه مثلا تأثر على زي ما قلنا على التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية. ما عادش يكون فيه إبداع في العمل، يصير فيه تمارض باستمرار أو فقدان الشغف. إن الشخص يقعد موجود فقط كآلة فقط بدون أي شغف. أي يكون موجود بجسده فقط، لكن لا في إبداع ولا في فمع عدم المساواة والتقدير، هذه كلها أسباب تؤدي للبيئة السامة. طبعا نحن تقول لي إيش الحل؟ هذه تعرفنا المشكلة أسبابها. نعم. تقول لي إيش الحل به؟ الحل هو زي ما قلنا نحن توا أن نسلطوا في الضوء ونوعوا الناس في مفهوم جديد اسمه psychological capital، رأس المال النفسي. هذا يطرح يعني من نادر ما تلاقيه يطرح باللغة العربية، كل أصلا هو عمره الحقل هذا 30 سنة تقريبا، مازال جديد. تستعين به الشركات استعارتها من علم النفس الإيجابي، وتطبق فيه الآن المنظمات والشركات، لأنه غير مكلف، يمكن تطويره بالفرد نفسه، أو ممكن المؤسسة تطوره عن طريق مدربين خاصين، وعن طريق استبيان وأيام تدريبية. مفهوم رأس المال النفسي، وعرجنا على ذلك في الحلقة السابقة. صحيح. من برنامجكم الصباحي على الاحتراق الوظيفي.
درناه كعلاج، لأنه هو الآن رأس المال النفسي يعتبر كخلطة علاجية لأي مفهوم سلبي في المنظمة أو المؤسسة. أوكي، فنحن قلنا العلاج، تقولي شنو هو العلاج؟ العلاج هو استخدام مفهوم رأس المال النفسي. طبعا هذا يعني رأس المال النفسي هذا محتاج في حد ذاته حلقات. نعم. وزي ما قلت انه هو محتاج يعني برنامج تدريبي مكثف عميق يدرس حالة الموظفين قبل استخدام هذا المفهوم وبعد. يعني لكن نظرا لضيق الوقت، ضيق الإمكانيات هنا في ليبيا، ارتئينا بس نبدو بموضوع كمحاضرات توعوية. ممكن يكون فيه في المستقبل الله أعلم أشياء، مثلا برنامج عليه ما نقدرش نعلن عن هذا، لكن إن شاء الله حيكون في تسليط الضوء عليه أكثر على مفهوم الرأسمال النفسي. نعم. دكتورة هدى، طبعا دائما يعني الموجودين على رأس الإدارة يختلف من شخص لشخص، ودائما ممكن الشخص ما يكونش عنده دراية أو عنده ثقافة أنه هو كيف يتعامل مع الموظفين، وخاصة احتواء الموظفين، وأيضا الحفاظ على الموظفين، وأيضا دعمهم معنويا. الأمور المالية هذه بروحها، لكن الدعم والتحفيز المعنوي هذا مهم للموظف لإعطاء نتائج وإنتاج صحيح على أرض الواقع. نعم. هو القيادة، الكاركتر، يعني سؤال جيد اللي طرحته حضرتك. نعم. الكاركتر، الصفات الشخصية للقائد أو المدير تأثر على بيئة العمل، لأنه هو صاحب القرار. نعم. يعني أحيانا يكون الموظف عنده كاركتر ريادي مبدع، لكن بسبب القيود اللي عليه وعدم الصلاحيات اللي تعطى له ما يمكنش أنه هو يأثر في بيئة العمل بذاك التأثير اللي يمكن أنه هو يعمله القائد أو المدير. نعم. فأنا نقول أن القيادة في المنظمات تحتاج إلى تدريب نفسه، هي تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تقييم. من حق الموظف يعرف أنه هو مديره ما آخر ما توصل إليه، يعني شنو هي المعرفة الحالية اللي توصل لها مديره، بحيث أنه هو يدير هذا المكان. أنا من هذا المقام يعني نخاطب المدراء اللي في التوب مانجمنت في الإدارة العليا أو في الإدارة المتوسطة، أنهم هم يأخذوا دورات تدريبية. من قال إني علمت فقد جهل. العلم والمعرفة ليس لها حدود، يعني مهما بلغنا من المراكز والمناصب. فالموضوع هذا بالذات أخي الكريم، رأس المال النفسي يطبق على قادة، وأنا عندي كتاب في الموضوع هذا اللي هو رأس المال النفسي والقيادة الحقيقية وفريق العمل. رأس المال النفسي في فريق العمل، يعني تخيل الخلطة الإيجابية هذه، قيادة حقيقية مع تيم وورك، مع فريق عمل، مع أجواء إيجابية، حتكون سلاح مضاد لأي أجواء سلبية. وما نقولكش يقضي عليها تماما، لأن هذه نفوس بشرية نحن نتعامل معها، لكن على الأقل خلينا نقول يحد منها أو ينقص منها. بصراحة الكلام معك جميل جدا دكتورة هدى المقيرحي، خبيرة المعهد السويسري للتعليم والتنمية. بصراحة كلامك كله ناخذه بعين الاعتبار، وإن شاء الله تكون رسالتك وصلت بإذن الله، ونتمنى تكوني معنا في حلقات قادمة ونفتحوا مواضيع مهمة توعوية اللي نحن ما أحوجنا لهذه المواضيع عشان نحن نوعوا الناس أكثر بهذه المواضيع. بكل سرور، بكل سرور، على الرحب والسعة دائما. شكرا جزيلا.